I met my aunt yesterday. I met my aunt yesterday. أنا قابلت خالتي ولا عمتي. عندنا في الفاميلي ممبرز اللي هم أعضاء العائلة في بعض الكلمات إحنا ما بنبقاش عارفين الكلمة دي معناها إيه، يعني القرابة من ناحية الأب ولا الأم. زي كلمة مثلا aunt معناها عمة أو خالة، uncle معناها عم أو خال، grandfather الجد، مش عارفين الجد للأم ولا جد الأب. grandmother مبقاش عارفين الجدة من ناحية الأم يعني مامة ماما ولا مامة بابا. طيب تعالوا بينا نستخدم كلمتين هيسهلوا لنا الموضوع ده قوي وهيعرفونا الكلمة اللي أنا بقول عليها دي قرابة من ناحية الأم ولا من ناحية الأب. يعني لو عايزة أقول عمتي أقول paternal aunt. paternal aunt. paternal يعني أبوي من ناحية الأب. paternal aunt يبقى كده عمتي أو عمة. paternal aunt. paternal aunt. ولو عايزة أقول الجد من ناحية الوالد هقول paternal grandfather. paternal grandfather. paternal grandfather. طب لو عايزة أقول الجدة من ناحية الأب هقول paternal grandmother. paternal grandmother. paternal grandmother. طب لو عايزة أقول إن القرابة دي من ناحية الأم هستخدم maternal. maternal يعني لما أقول maternal aunt بقت خالتي maternal aunt. عايزة أقول خالي maternal uncle. maternal uncle. عايزة أقول بابا مامتي يعني جدي لماما من ناحية ماما هقول maternal grandfather. maternal grandfather. طيب maternal grandmother يعني دي مامة مامتي اللي هي الجدة من ناحية الأم. يبقى هنستخدم paternal للقرابة من ناحية الأب، maternal للقرابة من ناحية الأم. ويلا بينا كلنا نعمل منشن للخالة والعمة والخال والعم والجد من ناحية الأب والجد من ناحية الأم والجدة من ناحية الأب والجدة من ناحية الأم.